الحمد لله رب العالمين. لا زلنا مع رمضان ونفحات رمضان، وكنا نتكلم في المرة الأخيرة على الاعتكاف، وكنا ننوه باعتكاف القلب مع اعتكاف البدن. بعد أن عرفنا الأحكام الفقهية الخاصة بالأبدان، لا ننسى نصيبنا من اعتكاف الأرواح. كما في الصيام امتناع عن الأكل والشرب والشهوة. لماذا؟ لسمو هذه الروح، لرقي هذه الأنفس. إذا كان الإنسان منا يمتنع بإرادته من غير اطلاع من أحد عليه عن المباحات، فهذا بالتأكيد له علاقة بربه، له قرب من ربه. مثل هذا الشخص يتربى تربية ربانية تقربه إلى الله تعالى، تؤهله لأن يكون مكلفا بما هو أعلى من ذلك. الاعتكاف يعود النفس على الحبس، ألا تجري وراء شهواتها، ألا تنساق وراء مطلوباتها، أن يعود نفسه أن يمنع نفسه مما يريده، ألا يكون كالطفل كلما أراد شيئا طلبه نفعه أو ضره. فالشريعة الشريفة السمحاء تفعل معنا نحن المكلفين كما يفعل الأب منا والأم مع الأطفال. ولله المثل الأعلى، العبيد عيال الله تعالى، فكل منا عنده شهوة حيوانية يجري وراء بطنه ومطلوبها، ويجري وراء فرجه ومطلوبه، ويجري وراء هذه الشهوات الأرضية الحيوانية. لكن الله تعالى يريد لنا أن نكون ملائكيين مع كوننا أرضيين، فنكون قد جمعنا بين الدنيا والآخرة، ونكون بذلك أفضل من الملائكة. إذا كانت الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تتناكح ولا تتناسل، فالإنسان يأكل ويشرب ويتناكح ويتناسل ومخير بين المعصية والطاعة. الملائكة مجبورون على الطاعة، رغم أن الإنسان مخير بين أن يطيع وأن يعصى، ومع ذلك يطيع الله تعالى مختارا. لماذا؟ لأنه عود نفسه أن يتعالى على الشهوات وأن يتسامى على هذه الدنايا. يستطيع متى شاء أن يحبس نفسه، يستطيع متى شاء أن يمنع نفسه، لا تحركه بطنه، لا يحركه فرجه، لا تقوده شهواته. لذا وجب التنبيه على العناية باعتكاف وصيام الأرواح وقيام القلوب، فالله تعالى يريد منا القلوب والأعمال قبل الأقوال وقبل الأجساد والصور والحركات. والله تعالى أعلى وأعلم.